السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى حضراتكم موجز 8 صباحا من التلفزيون المصري. قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد. وجاء في نص القرار رقم 193 لعام 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لعام 2010 ما يلي: تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وأخطار الإرهاب كافة والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد، وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا. تواصل جنايات القاهرة اليوم وخلال اليومين القادمين محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل حتى يتسنى للمحامين الاطلاع على الأحراز وسماع أقوال الشهود. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها أمس حظر البث التلفزيوني والإذاعي لوقائع جلسات المحاكمة حرصا على حسن سير العدالة. وتضم لائحة المتهمين في القضية 25 متهما على رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور. ويواجه المتهمون 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب، وهي التهم التي أنكرها جميع المتهمين. أكد وزير الداخلية اللواء منصور العسوي أن اقتحام مبنى وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون خط أحمر، وأن قوات الشرطة ستقاوم أي شخص يسعى لذلك وفقا للقانون الذي يبيح لها استخدام السلاح كحق مشروع في الدفاع عن النفس والممتلكات، لافتا في الوقت نفسه إلى سريان قانون الطوارئ على حالات مواجهة البلطجة والاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت. ضبط النفس في المظاهرات السلمية هيستمر. فيما عدا هذا لابد أن يضع كل إنسان في ذهنه أنه إذا تجاوزت فسوف يتم حسابك حسابا عسيرا وفقا للقانون. لازم مش هسمح إطلاقا لأي بني آدم يفكر في أنه يقتحم وزارة الداخلية وهسيبه. اللي هيفكر يخش وزارة الداخلية سوف أقاومه وفقا للقانون. القانون بيبيح لي في بعض الحالات لما تبقى فيه خطورة على الأرواح أو خطورة على الممتلكات استخدام السلاح. تقرر إصدار مرسوم بقانون بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وذلك تمهيدا لبدء إجراءات انتخابات المجلسين. وصرح مصدر مسؤول بأنه سيتم إجراء انتخابات مجلس الشعب أولا على 3 مراحل يليها انتخابات مجلس الشورى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذين سيحق لهم التصويت في تلك الانتخابات يبلغ 50 مليون ناخب سيتم توزيعهم على حوالي 52 ألف لجنة تحت إشراف 10,000 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية. أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر وإغلاق مكتبها جاء لعدم حصولها على ترخيص مسبق، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الدولة المصرية. وأشار هيكل خلال اتصال هاتفي في خدمة سابقة إلى استمرار عمل المكتبين الآخرين التابعين للجزيرة الأصلية والدولية لحصولهما على تراخيص بذلك. الجزيرة مباشر مصر فقط هي اللي تم وقف بثها او اغلاق مكتبها الحقيقه، لانه مكتب يعمل بشكل غير شرعي. المكتبين التانيين بتوع الجزيره اللي هو الجزيره الاصليه والجزيره الدوليه يعملوا لانهم حاصلين على تراخيص. لا يمكن في اي دوله من العالم انه حضرتك تروحي تفتحي قناه فضائيه كده بدون ترخيص وبدون استئذان الدوله وتشتغلي وتعملي اللي انت عايزاه منها دون انك انت ترجعي للدوله الام اللي موجوده نفسها. وبالتالي هنا ما حدث هو انتهاك واضح للسياده المصريه. المخالفه اللي في قناه الجزيره فيها 3 حاجات. الاول انه المكتب لم يحصل على ترخيص. الشيء الثاني انه المراسلين اللي فيها ليسوا مراسلين معتمدين ولا تحصل على ترخيص ايضا. الشيء الثالث وده الاهم انه وحدات البث المباشر بتاعها دي لم تحصل على الترخيص، المفروض انه بيجدد كل 6 شهور، ما خدتش ترخيص اصلا. وبالتالي هنا احنا بنتكلم في مساله قانونيه ليس لها علاقه بالاعلام على الاطلاق.
يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم زيارة لمصر يرافقه خلالها وفد وزاري رفيع المستوى بالإضافة إلى نحو 200 من رجال الأعمال الأتراك. ومن المقرر أن يجري أردوغان خلال تلك الزيارة مباحثات مهمة مع عدد من المسؤولين المصريين بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين. كما سيرأس أردوغان وفد بلاده في افتتاح المجلس الأعلى للحوار الاستراتيجي بين مصر وتركيا. من أنبائنا الاقتصادية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع على خلفية الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، حيث أغلق المؤشر الرئيسي AGX 30 على انخفاض بنحو 1.3 متأثرا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب. كما سجل المؤشران AGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و AGX 100 الأوسع نطاقا تراجعات تراوحت بين 0.7 و9%. أما عن حركة القطاعات، فجاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية في مقدمة القطاعات النشطة، وقارب إجمالي حجم التداولات 530 مليون جنيه. أعلن رئيس الوزراء الليبي المؤقت محمود جبريل أن ليبيا استأنفت إنتاج النفط، إلا أنه لم يوضح مكان الحقول التي استأنفت الإنتاج ولا كميته. وتعهد جبريل باستئناف تشغيل مزيد من الحقول في المستقبل القريب، وبترقب العديد من شركات النفط الأجنبية استئناف عمليات الإنتاج في ليبيا عقب توقفها بفعل الحرب التي تسببت في قطع الإمدادات. يشار إلى أن ليبيا تملك أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، وكانت تبيع نحو 85% من صادراتها إلى أوروبا. كشف وزير المالية اليوناني عن اعتزام الحكومة طرح مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة على العقارات بهدف توفير نحو مليار يورو وتجنب تجاوز مستوى العجز المستهدف للعام الحالي. وأوضح وزير المالية أن الحكومة بحاجة إلى توفير نحو مليار يورو للوصول إلى مستوى العجز المسموح به، والذي حدده صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي من أجل حصول أثينا على برنامج الإنقاذ الدولي. أعلن وزير العمل والمعاشات البريطاني آيان دانكان أن الحكومة تدرس حاليا اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي، غير أنه أكد أن الوقت ذاته في الحكومة تمضي تجاهه قدما في برنامج التقشف، مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة يأتي على رأس أولوياتها. يذكر أن حجم العجز في الموازنة البريطانية لهذا العام قد وصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. قدمنا لحضراتكم موجزة 8 صباحا من التلفزيون المصري. شكرا لكم.